السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم يوسف تاع قناة سلمان. اليوم في الدرس غادي نهضروا على اليونري اوبريتورز. انا ما كنسميهاش يونري اوبريتورز، انا كنسميها اناري اوبريتورز باش تعقلوا عليها وصافي، ماشي زعما صعابين ولا شي حاجه. اوكي. اللي لاحظ فيكم هو انه دخلنا الماينس او البلاس مع اليونري اوبريتورز. علاش؟ انا نقول لك علاش. حيت بكل بساطه انك ممكن دير واحد الانتيجر اي كتساوي بلاس 3 مثلا، ياك ما فاتي شي مشكل، فهمتيني؟ وعاد دير انت بي كتساوي ماينس 10 وما كاين فيها حتى شي مشكل. هادشي علاش دخلنا البلاس والماينس مع اليونري اوبريتورز. اوكي، شنو هو اليونري اوبريتورز الترجمه اصلا؟ اليونري اوبريتورز هما الاوبريتورز اللي كيخدموا بوحدهم، فهمتيني؟ ماشي كيدير الاوبيرنت بحال الشكل ديال الراشونال اوبريتورز اللي خاصو يكون الاوبيراتور ديالو على يعني الاوبيرند على اليسار والاوبيرند اخر على اليمين باش يكومباري بيناتهم. هذا لا، فهمتيني؟ فهذا هو المفهوم ديال اليونري اوبريتورز. اوكي، هذه مفهوم، هذا الكيس مفهومه. دابا خاصنا نهضروا على الماينس ماينس و بلاس بلاس و نوت اوبريتور. اوكي، انا مكوبي ديجا واحد موجدها، فما كاين لا تنبقاو كنكتبوا ثلاث سطور كاملين. فهنا شوف واحد المثال. عندي a كتساوي 10 ودرت انت b كتساوي a بلاس بلاس. وهنا درت واش a، انا بغيت ندير كونسول رايت لاين واش غادي نشوف فعلا واش a كتساوي b، وتخيل انها ما غاديش تساويها. فهنا يشوف مثلا شنو وقع. a فيها 10 و b فيها استغفر الله a فيها 11 و b فيها 10. فشنو اللي وقع؟ هو انني فاش قلت له a بلس بلس في هذا الكيس هادي شنو كتقول له دوز لي بعد الفاليو ديال a اللي هي 10، ومن بعد عاد دير الانكريمنت ديال a اللي هي تولي 11، ولكن b فيها 10. ولكن شوف هنايا في القضيه هذه، فمثلا درت بلس بلس a، هنايا b غادي تكون فيها 11 و a هي 11. لاحظ هاي هنايا. فهنا في هذا الكيس هما متساويين. في الكيس اللي قبل من هذيك لا ما تساويوش. فبالنسبه كذلك بالنسبه للماينس ماينس كذلك، انت لاحظتي ماينس ماينس هنا شنو غادي تكون فيها؟ يلا كاسي فوت خطيط استغفر الله العظيم. ما عرفت علاش كنعيا من زعما نحيد هذاك الستيريوتايب ديالي مع الفرنش، ما بغاتش. المهم اوكي، دابا صافي نرجعوا للتوتوريال. دابا بالنسبه لاي ماينس ماينس كذلك، فحاولوا يعني قبل ما دير بوز حاول تمخمخوا هاد الفاليو شنو غتكون فيها بي. فبي غادي تكون فيها 10 و A غادي تكون فيها 9. هانت شوف هاي A فيها 9 B فيها 10 كذلك. فلا درت ماينس ماينس هنايا A غادي يكونوا فيهم بجوج وفيهم 9 بحال هكا. دابا غادي ندوزو نوت اوبريتور. نوت اوبريتور بحال هكا مثلا ملي كتقولوا نوت ترو، فراه هنايا غادي تقول لي فولس، ولا درتي نوت فولس غادي تكون ترو. هو هكذا دوالي. يعني دابا هنا عندي فولس، ولا درت هنايا فولس غادي تولي عندي ترو في الريزلت ديالي. فهذا هو اللي كاين في اليونري اوبريتورز. هادشي اللي كاين في الدرس. فاللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. فهادشي اللي كاين في الدرس. ما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب، ونتقاشعوا في الدرس الجاي ان شاء الله الرحمن الرحيم. تشاو.